أهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهاردة هنعمل مع بعض الحمام الكداب محشي بالرز. أكلة بيبقى طعمها وشكلها لذيذ قوي، وكمان هقولكوا لو عندكوا الوراك المخلية بالجلد مش بتتباع جاهزة هوريكوا ازاي نعملها في البيت بطريقة بسيطة. أول حاجة يفضل ان احنا نجيب وراك يكون حجمها كبير شوية علشان بعد ما نخليها يفضل مساحة كبيرة كده نقدر نحشيها براحتنا. في كل ورك احنا هنحاول نشيل العظمة اللي هي بتبقى من الجنب دي والعظمة اللي في النص والعظمة بتاعة الدبوس. اهم حاجة ان احنا نشتغل بسكينة تكون حامية، ممكن كبيرة او صغيرة اللي تقدروا تشتغلوا بيه. هنقلب الورك كده على الظهر بتاعه من تحت العظمة اللي في الجنب دي بزاوية كده، هنبتدي نشيلها بالراحة خالص زي ما انتوا شايفين كده بزاوية واحدة واحدة. شلنا العظمة اللي في الجنب، نيجي للعظمة اللي في النص هنعمل فوقيها كده فتحة بالطول الناحيتين كده جنب العظمة. نبتدي بالسكينة نزق اللحم بالراحة خالص، وبعد كده من تحتها لغاية ما نوصل لطرف العظمة. اهم حاجة نبقى شغالين بالراحة خالص علشان ما نتعورش، وفي نفس الوقت ما نوصلش للجلد ونقطعه، واهم حاجة نحافظ على الجلد. واول ما مسكنا طرف العظمة من فوق هنمسكها كده ونبتدي نزق اللحم لتحت لغاية ما نوصل لاخر العظمة. اول ما نوصل كده للمفصل بتاع العظمة نبتدي نقطعه ونبقى خلصنا تاني عظمة زي ما انتوا شايفين طالعة نظيفة خالص. كده فاضل العظمة اللي هي بتبقى في الدبوس. اول حاجة هنزق الجلد من تحت كده علشان نحافظ عليه ما نقطعوش معانا بايدينا كده بالراحة، وبعد كده نعمل فتحة فوق العظمة بتاعة الدبوس. وبنفس الطريقة كده من كل ناحية من جنب العظمة نبتدي نزق اللحم من الناحيتين بالراحة خالص من غير ما نوصل للآخر، وبعد كده من تحت العظمة نزق بالسكينة لغاية ما نقدر نمسك طرف العظمة من فوق بإيدينا كده تبقى فاضية، ونبتدي بقى نزق اللحم بالسكينة لتحت لغاية المفصل الأخير بتاع العظمة ونقطعه من تحت بالراحة خالص، وكده يبقى خلينا الورك كله. خطوات محتاجة ان احنا بس نشتغلها بالراحة علشان ولا نتعور، وفي نفس الوقت ما نقطعش الجلد ولا اللحم بتاع الورك. زي ما انتوا شفتوا كده طلعنا الثلاث عظمات في الورك من غير ما نهدر اي لحمة منه، وفي نفس الوقت الورك زي ما هو ما تقطعش وما تبهدلش الجلد بتاعه. هنبتدي نقلبه كده ونشوف لو في قطع لحم سميكة شوية من ناحية بالراحة برضو نفتحها من غير ما نوصل للآخر علشان نزود المساحة اللي هنحشيها كده تبقى كلها سمكها متساوي، وكده يبقى الورك بتاعنا بقى جاهز للحشو. هوريكوا واحد تاني عشان نعمل نفس الخطوات. دايما اول واحد بتحسوا ان هو صعب شوية، بعد كده هتلاقوا نفسكوا بتخلصوا بسرعة خالص. نبتدي بالعظمة من الطرف بنعملها بزاوية كده لغاية ما نطلعها من غير اي لحم زيادة. فضل ان السكينة تكون صغيرة وحامية هتسهل عليكوا قوي، بس خلوا بالكوا طبعا ما تتعوروش. العظمة اللي في النص بنعمل خط بالطول، وبعد كده نعمل جنب العظمة من ناحيتين، وبعد كده من تحت العظمة لغاية ما نمسك طرفها ونبتدي نزق اللحم لغاية ما نوصل للمفصل، وبعد كده بنقطعه بالسكينة بالراحة ويبقى فاضل العظمة بتاعة الدبوس. أهم حاجة نزق الجلد كده بالراحة عشان ما نقطعوش، ونقطع بالطول كده من تحت الجلد فوق العظمة الأخيرة، ونعمل نفس الطريقة من جنب العظمة من ناحيتين كده بالسكينة لغاية ما نوصل من تحت العظمة ونوصل لطرف العظمة في الفوق. نمسكه كده بإيدينا ونبتدي ننزل بالسكينة لتحت لغاية ما نخلص العظمة للآخر. طبعا لو الوراك المخلية اللي هي المخصوصة للحمام الكداب بتتباع عندكم جاهزة يبقى انتوا وفرتوا الخطوة دي، بس هنا طبعا ما بتتباعش بالطريقة دي، فهي طريقة بسيطة ان انتوا تعملوها في البيت. اهم حاجة نشتغل بسكينة صغيرة وحامية ونشتغل بهدوء علشان ما نتعورش ولا نبوظ قطعة الفراخ. كده خلصنا كل الكمية بتاعتنا، وطبعا علشان الوراك حجمها كبير فهتساعدنا كتير ان احنا واحنا بنحشي يبقى عندنا مساحة كبيرة للحشو. نجهز بقى تتبيلة للفراخ. انا بشرت واحدة من البصل والطماطم وفلفلة ناعم قوي، هنحط عليهم ملح وفلفل وبابريكا وزعتر وبهارات فراخ وشوية من التوم الباودر ومعلقتين زيت وعصير ليمونة ومعلقة كبيرة من الصويا صوص. التتبيلة دي بتبقى حلوة قوي للفراخ. هكتب لكم كل المكونات تحت الفيديو. هنقلبهم كويس قوي ونتبل الوراك بتاعتنا من الناحيتين، وهنسيبها في التتبيلة دي على الأقل 4 ساعات، بس أنا سبتها قبليها بيوم علشان كل ما بتقعد فيها بيبقى طعمها أحلى. هنغطيها وندخلها التلاجة لتاني يوم. تاني يوم أنا جهزت الرز بتاعنا كده بصلاية صغيرة قوي مع معلقة من السمنة طبعا مبشورة ناعم لغاية ما تاخد لون ذهبي فاتح كده، وبعد كده هنحط كوباية من الرز وملح وفلفل اسود وشوية من القرفة المطحونة، وهنسوي الرز بتاعنا تقريبا 3/4 سوا. بعد ما الرز بتاعنا برد شوية نبتدي بقى نحشي الوراك بتاعتنا. هناخد معلقتين 3 كده من الحشوة ونبتدي بايدينا نزق الرز مكان العظمة بتاعة الدبوس كده علشان تدينا شكل الراس بتاع الحمام. نزق على قد ما نقدر في الجزء ده، وبعد كده نحط شوية كمان من الرز للنص التاني، وبعد كده هنقفلها بخالة السنان. انا كده كده مش هسلق الوراك دي، انا هحطها في الفرن فمش لازم تقفلوها 100%، دوبك بس عشان تحتفظ بشكلها.
لكن كده كده الرز مش هيخرج منها ولا حاجة، اهم حاجة ما تشدوش الجلد قوي علشان ما يتقطعش وهو بيستوي. زي ما انتوا شايفين الجلد لازم كنا نحافظ عليه كويس قوي لان هو اللي قفل لنا شكل الفراخ كده بقت شبه الحمام. هنحشي واحدة كمان بنفس الطريقة 3 معالق كده من الرز، ونبتدي نزق الرز بتاعنا مكان عظمة الدبوس كويس قوي لغاية ما نلاقيها اتنفخت كده وبقت حلوة، وبعد كده نحط معلقتين كمان ونقفل الورك بتاعنا من غير ما نشده زيادة عن اللزوم علشان ما يتقطعش وهو بيستوي. ونجهز بقى صينية حطينا فيها بطاطس وبصل وجزر وفلفل اي خضار بتحبوه، هنحط الحمام الكداب بتاعنا كده من فوقيه، ونجهز نص كوباية من صوص الطماطم وهنحط عليه ملح وفلفل اسود بهارات فراخ توم باودر زعتر وشوية من البابريكا وكمان معلقتين من دبس رمان، وزودنا عليهم نص كوباية كده من المية المغلية، ونصب الصوص بتاعنا ده فوق الفراخ بتاعتنا كده، وطبعا هينزل على البطاطس والخضار بتاعنا علشان يسويه، ونغطيه بورق زبدة وكمان ورق الفويل كويس قوي، ونسخن الفرن بتاعنا على درجة حرارة 450. هنحط الصينية بتاعتنا لمدة نص ساعة وبعد كده نهدي درجة الحرارة على 400 ونسيبها حوالي ربع ساعة كمان. بعد كده هنشيل الفويل بتاعنا وندهن الفراخ بتاعتنا من نفس السائل كده ونحطها تحت الشواية دقيقتين 3 لغاية ما تاخد اللون الجميل ده. يعني تقريبا خدت ساعة الا ربع في الفرن، احنا بس الاول بنحطها على درجة حرارة عالية وبعد كده بنهدي النار. زي ما انتوا شايفين احتفظت بشكلها وما فتحتش، والحشوة شكلها يجنن جواها. جربوا تعملوها وقولولي رأيكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب، واشوفكم في وصفة تانية. Thank you.